من زمان والإنسان بيحاول يفهم العالم اللي حواليه. بيسأل أسئلة شكلها بسيط لكنها في الحقيقة معقدة جدا، زي مثلا كم شعرة موجودة في راس كل واحد فينا، أو كم خلية بيتكون منها جسم الإنسان، أو حتى كم نملة عايشة على كوكب الأرض. الأسئلة دي مش مجرد فضول، دي محاولات علشان نعرف مكاننا وسط الكون الكبير ده. واللي يخليك تندهش إن الأرقام اللي العلماء بيوصلوا ليها بتفتح قدامنا أبواب جديدة من التفكير. بس قبل ما نبدأ، حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. أغلب المشاهدين بيشاهدوا الفيديوهات بدون ما يحطوا لايك. ادعمنا بلايك وشير للفيديو. لما تبص في المراية كل يوم، يمكن عمرك ما سألت نفسك كم شعرة موجودة في راسك. العلماء حاولوا يجاوبوا والنتيجة كانت مذهلة. الغريب إن العدد مش واحد عند كل الناس، في اختلاف كبير حسب الجينات والعمر وحتى اللون. مثلا اللي شعره أشقر بيكون عنده شعر أكتر من اللي شعره غامق. بيقدر العلماء عدد شعره بحوالي 150 ألف شعر، لأن الشعر الأفتع بتبقى أرفع فعددها يزيد. في المقابل الشعر الأسود أو البني بيبقى أدخن فعدده يبقى أقل. بيقدر العلماء عدد الشعر الأسود بحوالي 100 ألف شعرة، لكن في الآخر الكثافة اللي بتشوفها بالعين مجرد خدعة. السن كمان بيلعب دور. وانت طفل أو شاب شعرك بيبقى في قمة نشاطه، لكن مع مرور الوقت يبدأ الشعر يتساقط ويتأثر بالتقدم في العمر. ممكن شخص يكسر آلاف الشعرات لفترة قصيرة. طيب العلماء حسبوها ازاي؟ حسبوا متوسط مساحة فروة رأس الشخص العادي، وقاموا بتقسيمها لعدة سنتيمترات مربعة، وعد الشعر الموجود في السنتيمتر الواحد وجدوه يتراوح ما بين 125 إلى 200 شعرة، وبعدين ضربوه في متوسط مساحة فروة الرأس. فبكده قدروا يعرفوا كم متوسط عدد شعر الراس. واللي يثير الدهشة إن شعرة واحدة صغيرة ممكن تكشف أسرار ضخمة. العلماء بيقدروا يعرفوا من خلالها نوع الأكل اللي بتاخده، وكمان يقدروا يحددوا إذا كان فيه أمراض أو نقص فيتامينات. يعني مجرد شعرة واحدة ممكن تبقى سجل صحي كامل. دلوقتي نسيب موضوع الشعر وننزل أعمق جوا الجسم. بداخلنا عالم خافي من تريليونات الخلايا. العلماء قدروا إن جسم الإنسان فيه من 30 لحد 100 تريليون خلية. الفرق الكبير في الرقم ده بيرجع لأن الخلايا مش كلها متشابهة. أكتر من 200 نوع مختلف بيشتغلوا مع بعض في تناغم معقد. خلايا الدم مثلا شغلتها تنقل الأكسجين والغذاء. الخلايا العصبية وظيفتها تبعت إشارات للمخ علشان نتحرك ونفكر. خلايا العضلات بتخلينا نقدر نتحرك ونرفع ونمشي. وخلايا الجلد هي خط الدفاع الأول ضد العالم الخارجي. تخيل معايا كل خلية من دول زي عامل في مصنع ضخم. لو عامل واحد بس توقف عن شغل المصنع كله بيتأثر. نفس المبدأ بيحصل في جسمنا. لكن ازاي العلماء بيحسبوا عدد الخلايا؟ مفيش طريقة يفتحوا بيها الجسم ويعدوا واحدة ورا التانية. فبيعملوا حاجة أذكى. بياخدوا متوسط حجم خلية معينة ويقارنوا ده بحجم العضو أو الجسم كله، ومن الحسابات دي يطلعوا بأرقام تقديرية. ورغم إن الأرقام دي تقريبية لكنها كافية توريك قد إيه جسم الإنسان معقد. المدهش إن كل خلية فيها نسخة كاملة من الشفرة الوراثية DNA. يعني كل خلية صغيرة شايلة كتاب ضخم من التعليمات. ولو جمعنا المعلومات اللي جوه كل الخلايا دي هنتكلم عن مكتبة أضخم من أي مكتبة بشرية. لما نرفع عينينا للسما بالليل بنشوف منظر مبهر. آلاف النجوم الصغيرة بتنور في السواد. لكن الحقيقة اللي ظهر لنا ده جزء ضئيل جدا من الواقع. مجرة درب التبانة اللي احنا عايشين جواها مليانة بلايين النجوم. العلماء بيقولوا إن عددهم بيتراوح ما بين 100 ل 400 مليار نجم. الفرق الكبير في الرقم راجع لصعوبة الحساب، لأن مش كل النجوم بتبان بوضوح، وفي نجوم بتختفي وسط الغبار الكوني. تخيل كده لو حاولت تعد النجوم دي واحدة واحدة، حتى لو قدرت تشوف مليون نجم في الدقيقة هتحتاج ملايين السنين علشان تخلص. يعني مجرد التفكير في العدد بيورينا قد إيه الكون ضخم. لكن ضرب التبانة نفسها مجرد مجرة واحدة، واللي أدهش العلماء إن في مجرات تانية أكتر من اللي كنا متخيلينه بكتير. لما اتفتحت عيون التلسكوبات العملاقة زي هابل على أعماق السماء، ظهرت آلاف المجرات في مساحة صغيرة جدا من السماء. كأنك بتبص في حتة مظلمة تفتكرها فاضية، وفجأة تكتشف إنها مليانة عوالم. التقديرات الحالية بتقول إن الكون فيه ما يقرب من 2 تريليون مجرة. يعني كل مجرة فيهم فيها مئات المليارات من النجوم، وكل نجم ممكن يبقى حواليه كواكب.
طيب، العلماء حسبوا ازاي عدد النجوم؟ أخدوا صورة لمجرة درب التبانة وقسموها لمربعات صغيرة، وبعد كده كبروا صورة مربع وعدوا النجوم اللي بداخله، وضربوا عدد النجوم في عدد المربعات، وبكده طلع الرقم التقديري له. لو فكرت في المعنى تكتشف إن الأرض مجرد نقطة دقيقة وسط بحر ملوش نهاية، ومع ذلك النقطة الصغيرة دي هي المكان الوحيد اللي نعرف إنه بيحتوي على حياة لحد دلوقتي. لو سبت السما ورجعت بصيت تحت رجليك هتلاقي مملكة تانية شغالة في صمت، مملكة النمل. النمل من أكتر الكائنات المنتشرة على سطح الأرض. العلماء بيقدروا إن عدد النمل بيوصل لكوادريليون واحد، يعني واحد وقدامه 15 صفر. تخيل ضخامة الرقم. النمل موجود في كل حتة تقريبا، في الغابات، في الصحاري، في الحدائق، وحتى جنب البيوت. كل مكان تلاقي فيه حياة غالبا هتلاقي فيه نمل. المثير للدهشة إن النمل مش مجرد حشرات صغيرة بتمشي في صفوف. النمل عنده نظام اجتماعي دقيق، كل فرد له دور محدد، في عاملات وفي جنود وفي ملكة، وكل واحد عارف وظيفته وبيأديها بدقة. الأغرب إن مستعمرات النمل ممكن تفضل عايشة لعشرات السنين، وفي مستعمرات عملاقة بتغطي مساحات ضخمة من الأرض، بتضم ملايين أو حتى مليارات الأفراد. طيب، العلماء حسبوا إزاي عدد النمل؟ بعد مراقبة الباحثين لأماكن انتشار النمل، افترضوا إن كل متر مربع بيحتوي على 50 نملة، وباستثناء الأماكن اللي مفيهاش نمل زي جرينلاند والقطب الجنوبي وأيسلندا وبعض الجزر. ولما نضرب عدد النمل الموجود في المتر المربع في المساحة المتاحة من الأرض يطلع الرقم التقديري ده. النمل رغم صغره دوره كبير في التوازن البيئي، بينظف البيئة من بقايا الحشرات والكائنات الميتة، وبيساعد في نشر البذور. لو بصينا للكون حوالينا هنلاقي لوحة ضخمة مليانة تفاصيل، من أكبر المجرات اللي بتضم تريليونات النجوم لحد الحشرات الصغيرة زي النمل. الرحلة دي بتورينا حاجة واضحة، إن كل جزء في الكون مهما كان ضخم أو صغير له دور. النجم اللي بينور مجرة كاملة زيه زي النملة اللي بتنظم حياة المستعمرة، وده بيدينا رسالة عميقة، إن نتأمل ونقدر ونحافظ على المعجزة اللي عايشين جواها. شاركونا رأيكم في التعليقات، إيه أكتر حاجة عجبتكم في موضوع النهاردة؟ ولو عندكم موضوعات غريبة أو أثارات تاريخية عاوزيننا نحكيها اكتبوها في التعليقات. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو، ونشوفكم على خير في فيديو جديد.